الإخوان، ما يمكنش تخيلوا شنو اللي واقع في واحد الواقعة اللي أثارت جدلا واسعا. قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقيف الخطيب المغربي سعيد الطاهري اللي شاركت معكم الخطبة ديالو، خطيب مسجد الغفران بمدينة بركان، عن مهمة الخطابة من بعد الخطبة ديال الجمعة اللي تناول فيها موضوع حساس كيف ما كيقولوا كيتعلق بالوطن والمواطنة وأحداث الهجرة الجماعية للشباب نحو مدينة سبتة المحتلة. لكن اشنو اللي قال هذا الخطيب بالضبط، وعلاش هذه الخطبة بالضبط أثارت انتباه الجهات الرسمية؟ واش كان الحديث ديالو على حقوق الشباب وواجبات المواطنة هو السبب وراء التوقيف ديالو؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا تفاصيل القضية. ولذلك كما سمعتونا في الخطبة كاين واجبات بالنسبة للمواطن تجاه الدولة، وكاين واجبات كذلك بالنسبة للدولة تجاه المواطن. فالدولة لابد أنها تؤدي الواجبات عليها تجاه المواطن، توفر ليه التعليم، توفر ليه الصحة، توفر ليه الفرص ديال العمل، توفر ليه الأمن، توفر ليه الاستقرار. باش نقولوا كذلك هذا المواطن، أيها المواطن راه حتى أنت عندك حقوق خاصك تأديها للدولة. ولكن من تيجي المواطن ولا الشاب ولا الإنسان كيف ما كان وكيلقى راسو لا تحقق له الدولة أي شيء من هذه الأشياء، وما كاين حتى شي سبب من هذه الأسباب اللي غادي تخليه أنه يبقى في هذا البلد. هنا ما نجيوش نقولوا ليه لا راك أنت كاره لوطنك وأنت لا تحب وطنك، لا، نشوفوا الأسباب. ولذلك لا بد للمسؤولين على هذا البلد والمسؤولين على هذا الوطن أنهم يتحملوا المسؤولية ديالهم في توفير فرص لهذا الشباب الذي يترك بلده، وهذا الشباب اللي كيرمي راسه نحو المجهول ويرمي راسه في البحر ويخلي الأهل ديالو ويخلي الوالدين ديالو ويرمي براسه للتهلكة. احنا ما كنشجعوش نقول لهذا الشباب لا سيروا روحوا راسكم في البحر ولا رميوا راسكم للتهلكة، لا. الشباب لابد انه يكون واعي، ولذلك خصنا اولا بناء الانسان، اننا نبنيو هذا الشباب نوفروا لهم التعليم، نقريوهم، نوفروا لهم مناهج دراسيه اللي يكون عندهم واحد الوعي ويكون عندهم واحد العقل وتكون عندهم واحد الثقافه، باش ما يجيش الشاب ويجي ويلوح راسو هكاك في البحر. علاش؟ لان ما عندوش وعي، ما عندوش ثقافه، ما وجدناش لي مناهج دراسيه اللي نربيه ونعلموه ونبنيه واحد الانسان اللي هو انسان واعي وانسان عنده ثقافه وانسان اللي عارف بانه حتى لا بغى يمشي لواحد البلاد اخرى خاصو هذيك البلاد يمشي ليها بوعي ويمشي ليها بثقافه. لان حتى بلاد اخرى الا مشيتي ليها، الا خليتي بلادك ومشيتي لبلاد اخرى، هذيك البلاد اللي بغات تستقبلك خاص يكون عندك ثقافه وعندك وعي وعندك لغه وعندك فهم وعندك دراسه وعندك امكانيات باش غيخدم في هذيك البلاد وتكون راسك في هذيك البلاد والى غير ذلك. لكن انت لما غادي راسك خاوي وما ما كذا، فين غادي؟ ولذلك لا بد للمسؤولين انهم اولا يوفروا لهذا الشباب، يوفروا لهم التعليم، يكون عند هاد الشباب عندهم مدارس، عندهم جامعات اللي كتعلمهم اللي كتاثرهم، عندهم كذا، باش هاد الشباب يكون واعي ويحاول يستغل الفرص في البلد ديالو وما يهاجرش البلد ديالو. اذا فالمسؤوليه اولا يتحملوها المسؤولين على هذا البلد وعلى هذا الوطن، لأن خصنا نشوفوا الأسباب. لأن هذا الشباب ما جاش ومشى، لا، لأنه ما لقى صحة، ما لقى تعليم، ما لقى فرص ديال الخدمة، ما لقى كذا، ما لقى كذا، عاد لاح راسو للمجهول. ولذلك فالمسؤولون عن هذا الوطن يتحملون المسؤولية في هذا، لأنهم في مكان المسؤولية، فينبغي عليهم أن يجعلوا الشباب يشعرون أن مستقبلهم ممكن داخل وطنهم، وأن العيش الكريم ممكن داخل وطنهم. فالشباب لا يحتاج إلى خطابات كثيرة عن حب الوطن بقدر ما يحتاج إلى فرص حقيقية تثبت له أن الوطن قادر على احتضانه. الشباب ما كيحتاجوش أن نحثهم على حب الوطن، أي واحد إلا يقول أنا كنحب الوطن ديالي، لكن الشباب محتاجين أن نوفروا لهم كيفاش يعيشوا في هذا الوطن، نوفروا لهم مستقبل في هذا الوطن، نوفروا لهم العيش الكريم في هذا الوطن، نوفروا لهم الصحة في هذا الوطن، نوفروا لهم الأمن في هذا الوطن، نوفروا لهم كيفاش يضمنوا المستقبل ديالهم في هذا الوطن، كيفاش يعيشوا العيش الكريم في هذا الوطن. وهكذا أيها الأحباب، لذلك فالكلام عن حب الوطن حتى لا نطيل فيه، فالمواطن له واجبات وله حقوق على وطنه، والوطن كذلك له واجبات وله حقوق تجاه المواطن. ولذلك ينبغي على كل أن يتحمل مسؤوليته
في المكان الذي هو فيه. المسؤولون يتحملون المسؤولية في المكان الذي هم فيه، وكذلك المواطن يتحمل المسؤولية في المكان الذي هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك. أجي الخطبة رفيت لي شاركتها معكم نهار كانت باقي الله الخطبة نازلة. ما شاء الله خطبة اللي رائعة جدا، بارك الله في هذا الشاب وفتح عليه إن شاء الله أبواب الخيرات والبركات. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنيئا له بقول كلمة الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الهضرة اللي سمعتوه هي السبب اللي خلات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقف هذا الخطيب في البلاصة. هذا الشيخ سعيد الطاهري خطيب مسجد الغفران في مدينة بركان، في آخر خطبة جمعة عليه قرر ما يهدرش على المواضيع الكلاسيكية، واختار أنه يهدر على نفس الموضوع اللي عاطينه اللي هو الوطن والمواطنة، ولكن هدر بالطريقة اللي كيشوفها هو وماشي داكشي اللي لقاه في الوراق، وربطها نيشان بالواقع اللي عايشينه. الخطيب جبد الموضوع الحساس ديال أحداث الهجرة الجماعية في سبتة، وقال باللي الشباب ما كيهاجروش حيت كيكرهوا بلادهم، ولكن حيت ما لقاوش الفرص. وزاد وجه واحد الرسالة قاصحة للمسؤولين، وقال لهم باش تطلب من هذا الشاب المواطنة والواجبات خاص الدولة أولا تعطيهم حقوقهم في 4 ديال الركائز: الشغل، التعليم، الصحة والأمن. مباشرة مرة هذه الخطبة توصل بقرار التوقيف والعزل النهائي من المنبر. الوزارة اعتبرت هذا الشيء مخالف للضوابط وما داخلش في إطار الوعد والإرشاد. هذا القرار نوض واحد الجدل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي تضامن معاه وقال باللي كلمة الحق هي اللي قال أنه نقل نبض الشارع، وكاين اللي قال باللي المسجد للعبادة والسياسة راه عندها ماليها. انتوما شنو بان لكم في هذا القرار؟ واش هذا الخطيب عنده الحق يطرح مشاكل الشعب فوق المنبر؟ واش هذا الشيء هو اللي خصو يكون؟ ولا الوزارة عندها الحق تطبق القانون وفعلا السياسة عندها ماليها وماشي بلاصة المسجد؟ اشنو بان لكم انتوما؟ شنو كتشوفوا انتوما كرأي عام في هذا الشيء؟ لأن الصراحة هذا الموضوع كيهمنا كاملين. خطبة الجمعة ولات شي حاجة اللي ضروري أننا نتكلموا عليها وما نسكتوش وما نساوش هذا الشيء اللي كيوقع. خليوا لنا رأيكم في التعليقات. الناس اللي باقي ما اشتركوش ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم إن شاء الله الجديد. كذلك ما تنساوناش من التعليقات ديالكم وأنكم تنشروا الفيديو على أوسع نطاق. جزاكم الله خير، فالدل على الخير كفاعله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا مطيل فيه، فالمواطن له واجبات وله حقوق على وطنه، والوطن كذلك له واجبات وله حقوق تجاه المواطن، ولذلك ينبغي على كل أن يتحمل مسؤوليته في المكان الذي هو فيه. المسؤولون يتحملون المسؤولية في المكان الذي هم فيه، وكذلك المواطن يتحمل المسؤولية في المكان الذي هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك.